تقييم حلويات النادي الاهلي. طبعا ما ننساش ان انا توقعت النتيجه 3-0 وحصلت. اكسبلوه بقى، ولعوها بقى. جماعه قلت لكم خدوا مني وما ترجعوش ورايا. ربنا يستر على حياه النادي الاهلي ونكمل كده لاخر السيزون. عايزين بطوله نستر بيها نفسنا، اخر اوبشن لينا، اخر اوبشن لينا، ونحمد ربنا يقدر الزمالك توقف. شوبير 8/10 صد ضربه جزاء النهارده، ما جالوش كور ماشي بس صد ضربه جزاء حلوه. بيكهام النهارده بيكهام النهارده احلى من هاني بكتير بصراحه. انا هدي بيكهام النهارده يعني 8.5. يعني هتقولوا لي كذا هقول لك بيكهام ما خدش معايا قبل كده يعني درجات عاليه بس احسن من هاني. وبعدين انا اتفاجئت لما لقيتش هاني بيلعب بصراحه، خدوها مني. هادي رياض 7.5 النهارده. هادي رياض حلو قوي. ياسين مرعي النهارده 7.5 برضو يعني. ده على غير عادتي. كوكا النهارده 7/10. كوكا عمره ما وصل معايا ل5 بس احنا كسبانين بس كده. عطيه النهارده، مروان عطيه هياخد النهارده 8.5/10. مروان عطيه 8.5. امام عاشور النهارده 8/10. هتقول لي امام عمل ايه؟ هقول لك احنا فايزين. احط رجل على رجل وانت بتكلمني واعرف ان احنا كسبانين 3-0 توقعي بس كده. امام عاشور هو 8. حسين الشحات النهارده 9/10. حسين الشحات 9/10 يا جماعه. هتقول لي حسين الشحات جايب جون. عرفنا كنا بنلعب، بلاش نتكلم، عرفنا كنا بنلعب واحد مكانه ما يستاهلش اسمه زيزو. عارف زيزو ده اتقال له انت مين فكرني بيك اسمك ايه عشان نسيت والله العظيم. عرفنا ان احنا كنا بنلعب واحد ما يستاهلش اصلا يعني اسمه زيزو. حسين الشحات 9/10. طاهر النهارده، محمد طاهر 7/10. تريزيجيه النهارده اللي الناس اللي عماله تتكلم على تريزيجيه قوي في النهارده، هقف عند كام لعيب كده. الناس النهارده شايلين تريزيجيه قوي فوق دماغهم عشان ده ضربه جزاء. تريزيجيه اتفتحت ركبته على فكره، مش خدش زي ما الناس بتقول، مفتوحه. انا شفتها اصلا من ساعه ما كملوا لعب ورجله اتفتحت. مصاب وكمل لعب. على فكره تريزيجيه من اللعيبه الرجاله، وان انا هفضل اقولها مهما كنا وحشين قلبه على التيشيرت والله العظيم ما بهزر. يعني هو من الناس القليله اللي قلبها على النادي. انا عارفه انه بياخد فلوسه زي اللعيبه، بس اللعيبه بتاخد فلوسه ما عندهاش دم. تريزيجيه عنده دم، فتريزيجيه 8/10. كمل لعب، هو مصاب، ضيع ضربه جزاء بس عنده دم، والله عنده دم. على فكره اللي عايز يعاركني في لعيبه عندها دم وانا عارفاهم، وبجد مش هينفع نيجي عليهم قوي لان في لعيبه ثانيه قصادهم ما عندهمش ريحه الدم وعارفين اللي هو احنا خسرنا زي احنا كسبنا. وبحس انهم يعني في يعني شويه لعيبه بيلعبوا بس عشان فلوس. فتريزيجيه 8/10. بن شرقي 10/10. مان اوف ذا ماتش، نجم المباراه. استوقفني بقى حبه جمل على بن شرقي. انت 10/10، انت جامد مفيش زيك، بس انت بعد ماتش الزمالك عذرا بتقلب تاني، يعني بتقلب لي تاني مش عارفه اشغلك. بن شرقي انت حلوه يا بن شرقي، بس يعني استمر. يعني انا نفسي استمراريه. اصل بص يا جماعه، بن شرقي جاب لي جونين النهارده. صوتي منبوح النهارده مش تعبانه، صوتي منبوح النهارده من كتر التشجيع والله باظ. بن شرقي حلو قوي، بس بن شرقي انا ما عنديش سداد لعيب بجد يكسبني ماتش الزمالك ويجيب لي جونين مثلا او جون كل ماتش في الزمالك وبقيت السنه بطه بلدي. عارفين انا لو اي وزه معديه لا، محتاجين بجد نكسب. يعني محتاجه بن شرقي يفهم ان مش لازم يعمل كده قصاد الزمالك، اصل احنا مش جايبينك عشان قصاد الزمالك بس، في فرق تانية يا حبيبي. احنا عندنا فرق جديده، احنا هنقابل الماتش اللي جاي فرق وهنلاعب المصري، فمحتاجين عوده لبن شرقي بتاع نسخه الزمالك. انا عايزه نسختك مع الزمالك، مش عايزه اكتر من كده. مش بقول لك كتير، اديني نسخه الزمالك، نسختك اللي هي ما فاتش عليها كتير. بس النهارده مان اوف ذا ماتش بن شرقي، شهاده لله، مش عشان الجونين وعشان الحرجمه. بحب قوي بن شرقي وتريزيجيه لما يحرجم بيجيبوا جوان والله. بحبهم قوي. تبديلات النهارده، ديانج النهارده نزل تمام. ديانج النهارده اديله 7.5/10. ديانج منزل اللي دايما اشوفها حريفه. ديانج جامد يعني، وبرده احنا ستيل خسرناه زي وسام، هو ماشي برده. مروان عثمان ما يستحقش يلعب في الاهلي، ما يستحقش يلعب في الاهلي. ما عملش حاجه النهارده، بس انا بقول لك من الاسامي اللي ما يستحقش يلعب في الاهلي والله العظيم. الناس الاهلي كبير على ناس معينه، يعني كبير على زيزو، كبير على مروان عثمان. يعني مروان عثمان النهارده هديله 6/10.
وزيزو النهارده 5/10 ما عملش اي حاجه، هو نزل اخر 5 دقائق 7 دقائق ما عملش اي حاجه. 5/10. انا مش طايقاك يا زيزو، وعارفه ان انت كنتش عايز تلعب الماتش، واحنا على فكره بنحمد ربنا، انا بقول لك في وشك ان انت ما لعبتش الماتش، ان انا لعبت حسين الشحات مكانك. احمد ربنا، يعني انت ربنا، انت لطفت بينا وربنا لطف بينا، عالم بحالنا ان احنا غلابه والله. فانا مبسوطه جدا ان انت ما لعبتش، يعني انت تكون مفكر ان انا زعلانه ان انت نزلت احتياط، انا مبسوطه يعني. زيزو النهارده 5/10 عشان احنا بس كسبانين بس، تبييضا لماء الوجه، لكن انت غير كده صفر. انا ما مش طايقاك، يعني انا خلاص انت وقف لي هنا. يعني زيزو بقت من الناس اللي عمرها ما هتتغير عندي خلاص هنا، مش هتغير من عندي. بين رمضان النهارده 6/10 واحمد عيد 6/10. طبعا كنت فاكره ان يسرب النهارده 10/10. تغييرات النهارده يسرب عالميه، عجبتني. بس ارجع اقول حاجه، ما كانش ليها لازمه في الاخر تنزلني زيزو. استفدنا ايه؟ هو زيزو ده دواء كحه؟ يعني دواء كحه، يعني المفروض عليه يلعب كل ماتش؟ هو انت عارف ان زيزو اصلا مش هيجي منه حاجه، ما تنتظرش من زيزو يقدم لك حاجه. بجد اللي لسه الناس اللي صعبانه عليا اللي مصدقه ان ممكن زيزو يقدم اي حاجه. زيزو انتهى من ساعه ما ساب الزمالك، دي حقيقه، انا اهلاويه بس هو انتهى. فما يجيش يدفع مرارتنا واحنا الجمهور طالع عنا، والله العظيم كفايه كده بجد. احنا صفقه شربناها ومش هيجي منها والله العظيم، عاجلا غير اجلا ما هيجي من زيزو. خلاص كده زيزو انتهى، موسم كامل منتهي، وعنده 29 سنه. امال هستناك امتى يعني؟ سوري يعني، ما انتش بيبي لسه هستنى عليك. فاللي يقول لك زيزو انتهى قول له انتهى والله انتهى. فخلاص مبسوطه قوي النهارده بحلويات الاهلي. يا رب تستمر على كده، محتاجين الدوري، شغل غير كده. بطوله نستر بيها نفسنا، ما عندناش حاجه نستر بيها نفسنا. الزمالك ستيل عنده كونفدراليه، افضل اقولها، احنا ما عندناش حاجه، والماتشات اللي جايه رخمه. ارجوكوا بجد ركزوا، محتاجه اللعيبه تركز، محتاجه العقوبات اول ما اشتغلت يفوقوا، فمحتاجين نفوق مكافآت بقى، يعني فاهمين؟ بس الضحكه النهارده حلوه والله عشان كسبنا، ان شاء الله تستمر على كده.